طفل بيتربى في غابة وسط الذئاب وبيكتسب قوتهم، وبسبب قوة الملك بيتبناه. بيبدأ الفيلم باتنين في غابة وبيحاولوا يصطادوا ذئب، وفعلا الذئب بيقع في الفخ بتاعهم، لكن فجأة الأشجار كلها بتتهز ومش بيلحقوا يهربوا، وبيهجم عليهم وحش مش بنشوفه. وبعد أيام بنشوف واحد من القصر الملكي ومعاه الجنود علشان يقدروا يقبضوا على الوحش، لكن بيلاقوا نفسهم متحاطين من الذئاب في كل حتة. وبيحاول الشاب يجري لكن بيقع وبتتغرس في رجله غصن شجرة، وبياخدوه وبيهربوا من الغابة قبل ما الذئاب تأذيهم. وبعد كده بنشوف واحدة مغطية راسها فرو شبه فرو الذئب، وشعره طويل، وبيجري عليه ذئب صغير وبيلعب مع الذئاب كأنه واحد منهم. ولما بتيجي الذئبة الأم وبتاعه وبيبص لها كأنها بتنده عليه، وبيجري عليه وبيفضلوا يمسحوا راسهم في بعض كأنه بيعامل أمه. وبيجي فرقة من الجنود تاني مع قائدهم علشان يقبضوا على الولد اللي عايش مع الذئاب، وهم معتبرين إنه وحش مستذئب. وبيحس المستذئب بيهم وبيشيل الذئب الصغير وبيجري بيه لأنه بيكون خايف عليه منهم، وبينزلوا علشان يروح لباقي القطيع، وهو بيكمل في اتجاه معاكس، وهو بيجري بيقع في فخ في الأرض اللي خلاه مربوط من رجله ومقلوب، وبتوصل الذئاب حوالينه وهو مربوط. وبيأمر القائد الجنود اللي معاه إنهم يقدروا يؤذوهم بالنار، وإنهم مش هيرجعوا غير ومعاه المستذئب. وبيفهم المستذئب الكلام، وبنظرة منه بيعوا زي عواءهم للذئاب، وبيرجعوا كلهم وبيسمعوا كلامه، وساعتها بيفهموا كلهم إنه قائد للذئاب. وبيرمى أكتر من جندي الأسهم عليه وبيصرخ صرخة كبيرة. في نفس الوقت بنشوف أميرة ماتشيا، وبتدخل عليه خادمتها شياو وبتقول لها إن في قرار من الملك إنهم يقبضوا على المستذئب ويقتلوه. وبتفضل الأميرة تلوم نفسها إنها السبب، لأنها هي اللي عرفت اللي حواليها عنه، وبتبقى خايفة على المستذئب لأنه ما يستحقش إنه يموت. لكن شياو فينج بتقول لها إنهم أصدروا القرار ده لأنه قتل بني آدم، لكن الأميرة بتكون متأكدة إنه مستحيل يعمل كده. وبنعرف إنها قابلته قبل كده ووعدته إنها تحميه، وادته سلسلة فيها دلاية على شكل سن الذئب، لأن في أسطورة إن السلسلة دي هتحميه. وبتفكر شياو فينج إن الحل الوحيد علشان تحميه إنها تثبت براءته، فبتقرر الأميرة إنها لازم تروح له لقمة الجبل وتقنعه يمشي، وبتطلب من شياو فينغ إنها تساعدها. فبتعرفها شياو فينغ إن الجنود طلعت للجبل وممكن يكون المستذئب هرب، لكن الأميرة بتكون متأكدة إنه هيفضل مستنيها. وبنشوف إن الجنود عرفوا يقبضوا على المستذئب وحاطينه في قفص، وبيتكلم القائد مع جندي ماشي بجنبه إن المستذئب كويس لأنه عمل كل حاجة علشان ينقذ الذئب الصغير، وإنه بعدهم علشان ما يحصل لهمش حاجة. لكن بيرد عليه الجندي إنه قتل القائد شياو ولازم يتعاقب. وبيكونوا ماشيين في مكان شبه السوق مليان ناس، وكلهم عمالين يتفرجوا على المستذئب، لغاية لما بتقرب الأميرة منهم وبترن جرس معاها، وبنعرف إن ده الصوت اللي بتنده بيه على المستذئب. ولما بيسمع الصوت بيكسر القفص وبينط على مكان عالي وبيجري بعيد، وطبعا الجنود مش بتلحقه. وبتوصل الأميرة المكان فاضي، وبتفضل ترن الجرس وهي بتنده على المستذئب، وبيوصل لها بالعافية وهو متألم من جروحه. وهنا بتقرر الأميرة إنها تعامله وحش علشان تنقذه، وبتفضل تزعق له إنه عمل حاجة غلط تاني وعشان كده اتصاب، وهو بيبقى مش عارف يعبر بالكلام. وبيفضل يشاور بدماغه إن لا يمكن هي بتكمل، إن كل الجنود بيدوروا عليه وهو لازم يمشي ويسيب المنطقة وما يفضلش فيها بعد اللي عمله. وبيشاور لها إنها قالت له قبل كده إنهم يثقوا في بعض، وهي بتفتكر الكلام، فبتقعد تكمل قسوة عليه علشان يمشي علشان تحافظ على حياته، لأن وجوده في كيوتشو معناها موته. فبتزق إنه يمشي لكنه بيرفض، وبيطلع لها السلسلة اللي ادتها له، فبترميها وبتلف بتديله ظهرها علشان ما يشوفش دموعها. وبتفضل تقول له إنها كانت مكونة صداقة معاه، عاش بس حياته مختلفة مش زي باقي الناس، لكن دلوقتي ممكن حد يشوفهم ويتهمها إنها هي اللي قالت له يقتل شياو. لغاية لما بتلف ومش بتلاقيه، وبتفضل تعيط عليه، وهي مروحة بتلاقي جنود فبتستخبى وبيدوروا عليه، وإنهم عندهم أوامر من الملك شخصيا إنهم لازم يجيبوه. وبعد أيام المستذئب بيسمع صوت الجرس وبيروح ناحيته، لكن بيكون فخ من أمير جون من القصر، وأول ما بيقرب أسهم بتتصوب لأطرافه الأربعة بسلاسل علشان يبقوا رابطينه، وجنود ماسكين السلاسل. وفي بنت لابسة هدوم شبه الأميرة تشاي، وبيشكرها وبتمشي بس مش بنشوف وشها. وجون بيضربه بعصاية على دماغه وهو بيقول له إنه خدعهم كتير وخلاهم ما يدخلوش الغابة ودماغه بتنزف، وبيقول له إن تشا هي اللي ادته الجرس، وبيكمل إنها لازم تحمي نفسها حتى لو ده بإنها تبيعه. وبيقول له علشان يتأكد وهو ماسك الجرس في إيده إنه كان هيعرف منين إن جرس صغير زي ده هيجيبه غير منها. كل ده والمستذئب بيسمع وحاسس بضعف، وبنعرف الحقيقة إنه عرف حكاية الجرس من ورا الباب، وهي بتحطه في صندوق وبتعيط على اللي عملته فيه. وبعد كده جون بيوقع الجرس من إيده، فبيجري المستذئب علشان ياخدها، لكن بيدوس على دماغه برجله وبيزقه بعيد وبيطلع السيف علشان يقتله. لكن بتوصل الذئاب للمكان وبيقدروا الجنود يخلصوا عليهم واحد ورا التاني، حتى الذئب الصغير مات على ايد جون. وهنا بتبعد روح الاستسلام عن المستذئب بعد ما بيشوف اللي حصل للذئب الصغير بالذات، وبيعافر علشان يبعد الجنود اللي ماسكينه. وبتجري الذئبه الام على واحد فيهم وهو بيضرب الجنديين اللي ماسكين السلاسل في بعض، وبيكمل ضرب في الباقيين لغايه لما جندي بيوجه سهم للمستذئب، والذئبه الام بتشوفه فبينط ياخد
بياخد السهم مكانه وبيجري عليها، وهي كأنها بتودعه وبتموت. وبيهرب القائد لأنه أغلب جنوده ماتوا وبيبقى خايف من المستذئب بعد موت أمه، وبيجري وراه المستذئب لغاية لما بيوصل لفوق جبل مفيش مهرب ليه، وبينطوا في سهم بيتصاوب لصدره وبياخد جل حافة الجبل، وبيقع هما الاتنين. جون بيعرف يمسك في حجر وما بيقعش لكن المستذئب بيقع، وبيوصلوا الجنود وتشا، والجنود بيطلعوا جون وبيأمرهم يموتوه انهم يرموا عليه اسهم، وبتحاول تمنعهم تشا ان الملك عارف انه متقتلش وعايزه عايش، لكن محدش بيسمع منها، وجون بيكسر رجلها وبيغمى عليها. وبيرجعوا للقصر والملكة بجون وتشا. ماينج بيضرب جون لانه كسر رجل اخته وانها كانت بتوصل له امره، لكن الملك الكبير بيهديه وبيقول له انه خلاص اللي حصل حصل، وحياة المستذئب نصيبه، هو هيبعت حد تاني يدور عليه. وبعد كده ماينج بيروح لبنته تشانغ علشان يطمن عليها، واول حاجة بتقولها انها بتسأله عن المستذئب، فبيقول لها امر الملك الكبير، وبتحاول تعترض لكن ابوها بيوقفها ان مفيش حاجة هيعرفوا يعملوها. وبعد كده بنشوف المستذئب جروحه عليها شاش، وبنعرف ان اللي انقذه الملك الكبير وامر مساعده ان محدش يعرفوا يكملوا يدوروا عليه للتمويه، وبيتفق مع المستذئب ان حياته بقت ليه وانه بقى ابنه بالتبني. وبعد 8 سنين في الامبراطورية مدينة هانغو بنشوف حرب بين مدينتين، والاكل بيتسرق وفي اعدام، وتقرر من الملك لواحد اسمه ماركيز وجماعته كلها بتكون موجودة علشان يوقفوا الاعدام. وبيلاقوا فجأة ان المكان اتحول بالذئاب من كل الجهات، وبيدخل الملك بو، وبنعرف ان المستذئب اللي اتغير 180 درجة، وبنعرف انه طول ال8 سنين اللي فاتوا كان بيتدرب على المهارات القتالية والكلام والتعامل مع البشر. وبيعدم ماركيز ومحدش بيعرف يعمل حاجة وبيمشي، وبيروحوا ملوك المدن القريبة علشان يقابلوا الملك علشان يوقف الحرب، وبيؤمر ما بينهم، وبيكون تعبان لدرجة انه مش قادر يتكلم. وبيوصل الملك بو وبيعرفوا للموجودين ان ابنه المتبني الملك بيعرفوا ان ينفذ حكم الاعدام في ماركيز، فبيقرر الملك انه يسلموا السلطة العسكرية له في الوقت الحالي، وبيوافقوا لان ده احسن قرار حاليا. وبيروح بو للملك، واول ما بيشوفه بيعرفوا قد ايه هو بيثق فيه اكتر من اولاده الحقيقيين، وانه هيكون الملك من بعده، بس قلقان عليه انه يكون لسه عنده نقطة ضعف، وعشان كده بيقرر ان بو لازم يروح كيتشو. وطبعا بو بينفذ المطلوب، وبيفكر الملك انه مش هينفع يسيب ماينج يعيش تاني، بس هيسيب تشا واكيد هيبقى ليها دور مهم. وبيروح بو ياخد حاجته من ضمنها السلسلة اللي فيها سن الذئب، وبيفتكر تشا وهي بتديها له علشان تجيب له الحظ الحلو. وبيدخل 3 اشخاص وبيكون عندهم مهارات قتالية عالية، موشيام وهايدي وينيان، والاكثر تقدم فيهم بيكون موشيام. وبيعرفهم ان الملك امر انهم هيروحوا كيتشو علشان يراقبوا ماينج. في نفس الوقت بنشوف واحد بيطارد واحد تاني لغاية لما بيمسكه وبيخليه يغمى عليه، وبيجي صقر على ايده وبيكلمه كأنه فهمه، وبيوديه للشرطة وبياخد مكافأة القبض عليه لانه من المجرم رقم 1 واللي الشرطة كانت مش قادرة توصل له. وبيشوف باقي المجرمين وبياخد جايزته وبيمشي. وبنعرف انه قبض على 4 مجرمين في خلال ال10 ايام اللي قبل كده، وكلهم مجرمين مش سهل الوصول ليهم، وانهم محدش عارف اصله واسمه جي. وبعد ما بياخد الفلوس وبيمشي بيقابل واحد في الطريق وبيعرض عليه صفقة قصاد ذهب كتير، وبيكون في واحد تاني في عربية ومش مبين وشه، وبيتفق مع الراجل انه هيبقى معاه رجالة هيعرفوه يعمل ايه بالظبط، بس اهم حاجة انه ما يسألش طبعا، فبيوافق قصاد الذهب ده. وبنعرف ان الراجل اللي في العربية ملك، وانه بيستخدم الناس دي علشان مالهمش اصل، وبيبقوا كبش فدا في حالة انهم اتكشفوا. وبيروح جي القرية بعيدة على الحدود ومعاه اكل ولعب للاطفال، وبنعرف انه على طول بيعمل كده. وبنروح للقصر الملكي وبنلاقي ان في اميرة اسمها باوانا مصرة تخرج رغم ان الحرس بيمنعوها، لكن الجنود والخدم اللي معاها بيضربوا الحرس وبيخرجوا. وهم في الطريق بيطلع عليهم عصابة اللي هم اتفق معهم الراجل والجنود والخدم اللي معاها، وبيعرفوا يحموها، لكن مع تدخل جي ومهارته السريعة عرف يخلص عليهم كلهم. وباونا بتحاول تهرب بحصانها لكن بيجيبها بالحبل بتاعه وبيغمى عليها. في القصر بنشوف نفس الشخص اللي وصى جي انه يخطف باونا وبيجري على ابوه، وبيقول له ان باونا خرجت متضايقة واكتر من جندي اتصاب، وانهم لازم يرجعوها علشان ابوها الملك، وانها مش بتسمع غير كلام بوه وبيطلب منه يروح يرجعها. وبنعرف ان اللي خلانا باونا تمشي وهي متعصبة كده بالليل ان بو زعق لها لانها عملت شا وحش وهي تعبانة، فاتضايقت من اسلوب بو معاها وحرقت خطاب التحالف ومشيت. وبيروح بو للغابة علشان يدور على باونا وبيشم ريحة دم، فبيتتبعها وبيلاقي جثث جنود باونا وخدمها، وبيشوف انهم كلهم ميتين بجرح في رقبتهم ومهارتهم القتالية مش قليلة، فبيعرف ان في حاجة مريبة. وبيوصل الملك ابو باونا للمكان وبيكون قلقان عليها، وبيوصل الراجل اللي اتفق مع جي وبنعرفه انه رئيس وزراء القصر، وبيتكلم ان باونا مشيت علشان اتخانقت مع بو قدام ابوها، وده طبعا خلاه عايز يجيب حق بنته من بو. وبيرجعوا للقصر والملك بيبقى عايز يحاسب بو، وده عن طريق انه يتسجن ويتبرع الملك يون اللي اصلا موصى على خطفها انه هيدور عليها، ولو ما لقاهاش بو لازم يموت وحياته قصاد حياة باونا. وبتوصل الاخبار لتشا وده بيوترها جدا، وبنعرف انها خطيبته هتبقى الملكة بو قريب، فبتقرر تروح للملك وبتتكلم معاه انه يديها فرصة تدور على باونا وترجعها، وبكده المشكلة هتتحل. فبيوافق الملك لانه بيثق فيها وفي حكمتها، وبتطلب منه طلب اخير انها تشوف بو قبل ما تمشي، فبيعرفها ان مسؤول السجن تبع ابو باونا ومش هيرضى، لكن هي بتقول له يديها بس الاذن وهي هتتصرف معاه وبيوافق طبعا. وبتروح للسجن وبتتفق اتفاق مع ابو باونا انها هترجعها تاني يوم بالليل، بس لازم تقابل بو
علشان يساعدها، أو لو باونا ما رجعتش يقدر ينفذ حكم الإعدام على طول. وبتدخل لبو بتعبر له عن حبها وإنها عايزة تكمل حياتها معاه وإنها هتنقذه، وبيبقى خايف عليها لأنه محبوس ومش هيعرف يحميها، لكن هي بتطمنه وبيعرفها إن القاتل مهارته عالية، فبتطلب منه دمه على الجرس وبتمشي وهي متأكدة إنها توصل لباونا. وتاني يوم بتروح تشاو معاها الجرس وعليه دم وبوزق، وبتشمم الذئب ريحة باونا وبتفتح باب القفص. في نفس الوقت المجموعة اللي خاطفة باونا قاعدين مع بعض ورابطينها وهي مغمى عليها، والصقر بيجيله ولما بيسأله بيقول له إن الأعداء قريبين منهم. وبيوصل الذئب للمكان ويجي بيشوفه وتشا بترن الجرس، فبيرجع تاني لهم علشان ريحة الدم اللي عليها وبيرجعهم للمكان اللي فيه باونا. والعصابة رمت عقارب في المكان وبتاخد باونا وبتهرب، وجي بيقرر يستنى. والأميرة والجنود بيوصلوا للمكان وبيلاقوا الحصان بتاعها، بس بيكون تعبان وبيعرفوا إن مسموم والسم وصل لقلبه خلاص. وبتوصل تشا لحقيقة إن باونا مخطوفة من خين جوه القصر، وبيشكوا في الملك يون، لكن تشا بتكون مش متأكدة وعايزة الأول تنقذ باونا وبعد كده يفكروا. كل الكلام ده جي سمعه من ورا شجرة، وبكده يبقى عارف مين اللي وصاه لأنه ما شافش شكله حتى، بس بيقرر يستغل اللي بيحصل لصالحه وما يخسرش الملك يون. وتشا واقفة وبيصوب سهم بعيد من جنبها على طول لعقرب على الشجرة، وبيقول لهم إن سمع كل حاجة وإنه اللي خف باونا بس ما كانش يعرف إنها أميرة، وإنه اختلف مع باقي العصابة فضربوه بس هو عارف يدافع عن نفسه بطريقته، وهم مشوا وهو كان هينزل بعد ما يرتاح. وإنهم دلوقتي رايحين لناحية معبد لينجنيون، وبتوعدوا تشا إنهم لو وصلوهم هتديله المبلغ اللي هو عاوزه. كل الجنود بتتحرك للمعبد وكمان العصابة، وواحد فيهم شايل باونا، وهايدي ونيان وموشيام قدروا يخلصوا عليهم، لكن واحد فيهم كان هيقتل باونا وتشا وقفت تحميها إنها تطعم مكانها، لكن جي بيصوب سهم عليه وبيموت باونا وبتحضن تشا بخوف. وبيرجعوا للقصر وتشا بتخلي باونا تدخل مختفية، وبتقول للملك استنتاجاتها وهو بيدعمها، وبتتفق معها إنها تخلي إنهم أنقذوا باونا سر، وإن العصابة كانت متفقة إنها تقابل اللي طالب منهم تاني يوم في مكان معين واللي هيجي هو الخاين. وبعد كده بتطلب من باونا إنها تتكلم، فبتعتذر من الملك إنها قطعت الخطاب ومشيت في ساعة غضب. وبعد ما بتمشي تلم تشا وبتقول لباونا إنها لو ما ظهرتش قدام باباها النهارده هيقتل بو، فبتطمنها وبتمشي. وبيوصل جي لأوضة يون وبيعرفوا إن تعاون تشا علشان يبعد عن نفسه الشبهة، وإنهم عايزين يقبضوا على الخاين الحقيقي، وإن عنده خطة بس طبعا يدفع ثمنها. ويون بيوافق وبيقول لجي إنه محتاج يحط حد مكانه كبش فدا، ومش أي حد وخلاص، لازم حد يكون عنده السلطة إنه يعمل اللي هو عمله، ولازم يقوي قلبه علشان يعرف يعمله. وتاني يوم الجنود بيجهزوا علشان يروحوا للمعبد علشان يعرفوا الخاين، وبو بيخرج من السجن وبيروح معاهم، وبيبقوا مستخبيين في المكان واللي بيوصل رئيس الوزراء وبيقبضوا عليه وهو بيحاول يقاوم، لكن بيعرفوا يسيطروا على الموقف. وبنعرف إن رئيس الوزراء يبقى حمايون، ومرات يون بتروح له منهارة لأن عائلتهم كلها بتتبد بسبب الخيانة. وجي بيروح لليون تاني ومعاه دواء يخليها عنده نفس أعراض التسمم وقلبه بيقف، بس علشان الملك قلبه يلين ليه لأن كل الناس عارفة إنه كان مع حماه في كل حاجة، وفعلا بينفذ الخطة، وده بيخلي الملك يدي أمر لبو إنه ما يعملش حاجة تاني. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الجزء الأول. نتمنى يكون عجبكم. استنونا في أفلام تانية جديدة، وسلام.